مر المعرور بن سويد التابعين بالربذة، وكان أبو ذر بالربذة. يقول فلقيت أبا ذر فرأيت عليه رداء وعلى خادمه إزار، رداء وإزار. يقول وهذا الرداء والإزار حلة يعني شنو؟ يعني بدلة كاملة، نقول بدلة طقم، مقسم الطقم هذا شنو؟ قسمين، الرداء عليه والإزار على منه؟ خادمة. تعجبت، يعني ليش كذي؟ خذ الإزار اللي على خادمك والبسه يا بدر، راح تصير بدلة كاملة، حلة كاملة. يقول فقلت يا بدر لو أخذت ما على خادمك لكانت حلة، لكانت بدلة كاملة طقم. فقص عليه أبو ذر القصة كاملة، إنه قد حصل بيني وبين رجل فعيرته بأمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ على نفس أبو ذر لعلاج هذه النفس، يعني معالجة هذه النفس وما فيها من أخلاق ذميمة، أخذ على نفسه عهد. وهذا الكلام بعد ما يزيد على 30 سنة وهو لا يزال قد يعني التزم بهذا العهد على نفسه. كل ما شرى شيء قسم قسمين، له وخادم. أكل نص له ونص الخادم، شراب نص له ونص الخادمة، لباس نص له ونص الخادمة، حتى يعالج هذه النفس ويهذبها من هذه الأخلاق. ليس المشكلة أن تخطئ، فكل بني آدم خطأ، لكن المشكلة أن تعرف أن في نفسك وفيك من الأخلاق الذميمة، ومع ذلك سنوات وأنت تعلم بهذا ولا تحاول أن تعالج هذه النفس. وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.